حكومه ديال الفساد، حكومه اللي بقى كيعطيو بعلاف لعباد الله مقابل القفا لاكاد ديال الخيرات. اليوم والبارح كما شفتوا في المغرب كامل ما عندناش الفوضى، وانما مطالب ديال الشعب، مطالب ديال المواطنين. خرجنا باش نشوفوا، باش نعاينوا. كنتمنى شي جهه مسؤوله تدخل وما يركبوش على هاد الوقفه، ما يركبوش عليها بعض الاحزاب، لانه كما شفتوا غادي نعاودها، لانه حتى واحد ما قالها. 20 فبراير داروها شباب ونجحوا بها واحد الحكومه اللي حكمت المغرب 10 سنين. جات حكومه اخرى اللي كنعتقدوا باللي ان السي اخنوش لاباس عليه، عنده الفلوس وباللي ما غيديهاش في عباد الله، غادي يعاونهم، غادي يعطي الدعم، غادي يعاون الارمله، غادي يعاون المسكين، غيعاون الفقير، غيعاون المحتاج، غيعاون المتقاعد. كما كتشوفوا المنظومه الصحيه فاسده، كارثه بمعنى الكلمه. والغريب في الامر انه وزير الصحه ما عنده حتى شي علاقه بالصحه، وكيقولها المغرب كامل باللي الوزير ماشي ذوي الاختصاص كيفاش بغيتيها. واش كاين في العالم شي وزير كيعيط لمندوب الصحه ويقول لي انا جاي للزياره؟ راكم شفتوا الاسئله جداد بالميكات ديالهم، شفتوا السكانير بالميكا ديالو، شفتوا كل شيء بالميكا ديالو. لقيت اللي كيجي الوزير. البلاد ضيعه وهلكتنا هاد الحكومه، ما كاينش المقابل، ما كاين تعليم في المستوى. راك شفتوا كاع العالم كامل، عاوتاني كاع القرى والبوادي في المغرب كامل هبطات، كطالب بالصحه وكطالب بالتعليم وكطالب بالطريق وكطالب بالطبيب وكطالب بالماء. واش لهاد الدرجه في 2025 ما بغيناش كاس العالم، ما بغيناش الملاعب، بغينا غير الشعب يكون عايش بخير، بغينا البطاله ما تبقاش في بلادنا. حنا ما كنطالبوا هذا الشيء. وانتم كتشوفوا ربما بعض الهفوات وقعوا البارح، ما عرفتش واش غتشد ولا ما غتشدش، ما عرفتش واش كنقول الصح ولا ما كنقولش. انا ماشي خايفين من الحبس ولا خايفين من المخزن، المخزن راه ماشي كيدير خدمته، المخزن كيدير خدمته وما باغيش الفوضى في البلاد. الا كيتكلم على بلادنا، بلادنا احسن من بزاف ديال البلدان، ولكن قتلنا الفساد، قتلنا الفساد. ولينا كنمشيو للسبيطار كنلقاو السيكوريتي هو اللي كيتحمل المسؤوليه، هو اللي كيشد الورق ديال لا فيزيت، السكانير ما خدامش. واحد المشكله ومعضله، وهو ذاك الرادار اللي كاين في الزنقه، هذا كيبقى خدام سنين والسكانير ما خدامش في السبيطار. كيفاش وبغطي المواطن؟ الطبيب ما بقاش ديك المهنه الشريفه اللي كيتعامل مع المواطن. والله ما عندك الفلوس اللي دخلتي، والله ما عندك الفلوس اللي تعالجتي. اش هاد الشيء؟ الخوصصه في كل شيء. بغينا دوله كينعب فيها الامن والاستقرار. سيدنا الله ينصر كيهضر على هاد المسؤولين الفاسدين وما بغاوش يعطيو اتساع، كياخذوا الفلوس، كياخذوا الملايير، كياخذوا الدعم ديال الزيت، الدعم ديال الابقار، الدعم ديال المواشي، الدعم ديال العسل، الدعم ديال الزيت. حتى لاش غاديين بهاد البلاد؟ عييتوا ما تخونوا فيها، عييتوا ما تخطفوا فيها، كتحاسبوا الفقير والمحتاج. ما كاين لا دعم لا حتى شي حاجه. حتى داك من الدعم اللي عطاو 500 درهم كتخلص 200 درهم. وشحال من واحد مسكين قالوا ليه 2 كارطات حيدوا ليه الدعم، واحد شرا تليفون حيدوا ليه الدعم، واحد دخل الويفي حيدوا ليه الدعم. بنادم مقصح وتا واحد ما كيهتم. ما كاين لا جمعيات لا معارضه لا حتى شي واحد اللي كيتكلم على البلاد. واش حنا غادي نخرجوا علاش خليتونا نخرجوا للشارع؟ حتى واحد ما كيتكلم. هاد الشباب هذا ما غاديش نقول لك دافعينهم ولا ما دافعينهمش، ربما تا هما تقصحوا وتا هما وصلت بهم حتى للحد انهم يخرجوا للشارع ويقولوا الكلمه. يكفي ان السلطه جايه. هذا كيبين باللي ان كانت واحد الوقفه، شي واخا ما نخرجوش، واخا ما نطلبوش المطالب ديالنا، كيبين للمغرب كامل وكيبين لسيدنا باللي الشعب غير راضي على هذه الحكومه، لانه مشاتنا وكيخدموا المصالح الشخصيه ديالهم. وبسبب هاد 200 درهم كنقولها مره اخرى، اي واحد خدا 200 درهم والله ما نسامح ليه.